بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأستاذ محمد طحاوي، عضو المبادرة الوطنية لإنقاذ الثورة المصرية، ورأيه في انتخابات الرئاسة المصرية 2012. اتفضل يا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد طحاوي، محامي وعضو المبادرة الوطنية لإنقاذ الثورة. بشكر دكتور هشام صديقي وأخويا الكبير. أنا بقول لا انتخابات ولا دستور تحت حكم العسكر. طب ليه احنا بنقول الكلام دوت؟ عشان الناس اللي فرحانه وعماله تنشر في صور وفيديوهات للمرشحين اللي انا بعتبرهم طراطير، لانهم جايين وفقا لاعلان دستوري غير مستفتى عليه. وعايز اقول لكم ان الماده 25 من الاعلان الدستوري بتقول ان رئيس الدوله هو رئيس الجمهوريه، ويظهر على تاكيد سياده الشعب وعلى احترام الدستور وسياده القانون وحمايه الوحده الوطنيه والعداله الاجتماعيه، وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر، دي أهم حاجة بقى، فور توليه مهام منصبه الاختصاص المنصوص عليها بالمادة 56 من الإعلان الدستوري. طب المادة 56 دي بتتكلم عن إيه؟ بيقول: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: التشريع اللي هو من اختصاص مجلس الشعب، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. يعني هو رئيس فوق الرئيس اللي جاي، ورئيس فوق مجلس الشعب، ورئيس فوق اللجنة الدستورية، ورئيس فوق مجلس الشورى. تمام كده؟ من هنا بقى سيدي، احنا بنتكلم عن لا انتخابات ولا دستور تحت حكم العسكر. وحابب نرجع بالذاكرة شوية ان الفترة فترة ثورة، بداية الثورة، أول مدرعتين نزلوا ميدان التحرير لما كان فيهم سلاح وذخيرة، والثوار الأحرار الشرفاء ولعوا فيهم ودمروهم بالكامل، لأنهم كانوا بيمدوا قوات الداخلية بالذخيرة والأسلحة. كتير ما يعرفش الكلام دوت غير اللي عايش جوه الميدان. عايز اقول: ما بني على باطل فهو باطل. والمجلس العسكري اعلن في بيان لي اول ما تنحى مبارك ان هو هيسلم السلطه بعد 6 شهور، يعني المفروض 11/8 هيسلم السلطه، والكلام ده ما حصلش. ودوت اللي اضفى شرعيه ليه، ومن هنا طلع شعار الجيش والشعب ايد واحده، عشان الناس بس ما تقولش كلام مرسل. اما الاعلان الدستوري الباطل اللي هو جه بعد استفتاء مارس، اللي غيبوا اغلب التيار الاسلامي السياسي المتمثل في الاخوان المسلمين والسلفيين، اللي بعتبرهم ان هم سبب الكارثه وسبب المصيبه دلوقتي اللي احنا فيها. وما بني على باطل فهو باطل. اذا انتخابات الشعب باطله، انتخابات الشورى باطله، انتخابات اللجنه التاسيسيه باطله، الانتخابات الرئاسية القادمة باطل، والمجلس العسكري باطل. واللي يقبل بالانتخابات او دستور تحت حكم العسكر فهو باطل. وكمان اللي هيقبل بكده هيضفي شرعية للمجلس العسكري اللي سقطت في شهر 8/2011. بس حابب افكركم ان في ناس ماتت ولسه لغايه دلوقتي ما رجعش حقها. حابب افكركم ان اللي موتهم وجوعهم وسرق ثروات البلد دي لسه لغايه دلوقتي ما اتحكمش. حابب افكركم ان لسه في مصابين، عايز اقول لكم، مش لاقيين اماكن في مستشفيات عاديه يتعالجوا فيها، في حين ان المخلوع بيتعالج في مركز الطب العالمي. يعني بحب افكركم ان في اكتر من 12,000 معتقل سياسي داخل السجون الحربيه، 12,000 وما يزيد مدني بيحاكموا داخل السجون الحربية، التهم ان هم بيحبوا البلد دي. عايز افكركم ان في بنات انتهك اعراضهن وتعرضوا. وحابب اقول لكم ان المصيبه في ده كله ان النخبه السياسيه بسبب صراعها ونرجسيتها وحب الظهور، وكل واحد القنع بتاعه عالي قوي، غيروا الناس وغيروا الشعب وعملوا مصالحهم الشخصيه
ومحدش فيهم فاد البلد. عايز اقول لكم اكذوبة الانفلات الامني المصطنعة اللي هي بانت بعد كده ان لو الجيش او الشرطة عايزين يخلوا الامن مستتب، وده ظهر جليا قوي في انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت. يعني انا من وجهة نظر ان كان في تواطؤ بين الاخوان المسلمين وبين المجلس العسكري، وارجعوا للدوائر الانتخابية العريضة قوي. وعايز اقول لكم ان بجد في مطبخ سياسي قذر قديم لسه شغال زي ما هو، وبيتلاعب بالاحزاب والشخصيات وصنعوا ائتلافات واحزاب جديده علشان تدعمهم وعشان تطرح افكارهم. بس اللي عايز اكده ان الناس البسيطه كفرت بثوره وبسياسيين وبغير ثوره. الناس دي فعلا مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب، ناس اجاريه، ناس قوت يومهم بيومهم. والخطر الاكبر بقى الدعاره السياسيه والاعلاميه التي يمارسها السياسيين والاعلاميين داخل التلفزيون المصري وداخل القنوات الفضائيه، ودي الكارثه الكبرى. اغلب الناس، احنا عندنا يعني نص الشعب تقريبا يعني جاهل، فكل رؤيته ان هو بيتفرج على تلفزيون او على قناه فضائيه فبيكون رايه السياسي، او بيفهم ان اللي بيقوله التلفزيون او اللي بتقوله الفضائيات هو الحقيقي. ودي حاجه يعني احنا عندنا منها كثوار، اللي انا بتشرف ان انا انتمي للثوار، ولكن مستقل ماليش اي ميول سياسيه مع اي تيار او ائتلاف او احزاب. بجد حابب ان اقول ان التاريخ بجد هيلعن الناس دي كلها، علشان فرطوا في حقوق اهل الشعب وما عملوش حاجه جديده للشعب. مجلس عسكري تلاعب بقوى سياسيه وتلاعب بالسياسيين وتلاعب بناس كتير. واللي كان بيقول ان المجلس العسكري ما بيفهمش في لعبه السياسه، المجلس العسكري اثبت ان هو جزء لا يتجزأ من سياسه المخلوع القذر. عايز اقول لكم بعض الحاجات البسيطه اللي المجلس العسكري قام بيها خلال الفتره اللي فاتت. الاعلان الدستوري غير مستفتى عليه، الوثيقه الاولى اللي هي وثيقه الدكتور يحيى الجمل، والوثيقه الثانيه اللي هو الخروج الامن ومبادئ فروض الدستوريه. احداث الفتن بقى بدايه من كنيسه اطفيح، على احداث امبابه، على مسرح البالون، على مسبيرو، على المارينات في الاخر، على مسبيرو الثانيه، الاعتداء على اهالي الشهداء والمصابين، اعتقالات الثوار في السجون، احداث مسبيرو، احداث محمد محمود، احداث مجلس الوزراء، احداث بورسعيد، احداث قضيه التمويل الاجنبي اللي خدنا فيها على قفانا والاجانب سافروا ولم نرقع على نرقع، وكذوبه الانفلات الامني، ومحاكمات عدليه للمخلوع واعوانه ونظام السابق، والاموال المهربه اللي لغايه دلوقتي ما جبناش مليم منها، والثروات اللي داخل مصر اللي نهبت وبعلم السياسيين او بعلم السلطات المصريه سواء داخليه او جيش. وجيش هنا انا اقصد بيه 19 فرد في القوات المسلحه اللي هم على راس المجلس الاعلى للقوات المسلحه. فكل اللي اقدر اقوله ان احنا عايزين نقول يا ريت نتحد، يا ريت نحط ايدينا في ايدين بعض. وكلمه بسيطه، ماذا لو قام المحسوبين على الثوره من المرشحين للرئاسه بالتعاون معنا ومقاطعه الانتخابات وفتح الممارسات والانتهاكات التي يقوم بها المجلس العسكري، ولكن ظهر جليا ان كل من تقدم لرئاسه الجمهوريه طامعا في الكرسي وليس لقصاص دماء الشهداء او نصره المعتقلين او نصره الثوره. الناس دي كلها بلا استثناء، فلول وغير فلول، واللي محسوبين على الثوره واللي بره الثوره. اللي يقدر بالباطل يا جماعه يبقى باطل. بس شكرا.